الملأ لا تشيع، بس جاوبني على هذا السؤال. حديث عندكم تمام يحكي عن أبي عبد الله قال القرآن الذي أتى به جبريل 17,000 آية يعادل 3 أضعاف قرآننا. الجزء الثاني صفحة 634. بي عندك هون 6 احتمالات، اختار واحد منها. إما أن الكافي محرف، أو الكافي القائل كذاب، وإن صدق ليكون كافر لأن خالف إنا أنزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، خالف القرآن. والاحتمال الثالث أنه الكلام منقول عن القائل بشكل كذاب. أيهما تختار؟ احسنت يا استاذ، احنا بخدمتك وراح اجاوبك على هذا السؤال اللي انت طرحته. احنا ما نريدك تشيع، وانت حر فيما تختار، ونحن نصحناك وابرأنا بمتنا. الان الاجابه على سؤالك، اسمعني يا استاذ علي. الحديث، متن الحديث يقر بان القرآن محرف، صحيح؟ لا، انه القرآن ناقص، هذا اجى 3 اضعاف. هو القرآن ناقص يعني به شنو؟ به زياده ونقصان، هذا تحريف، صحيح؟ صحيح. جيد، انا اعطيتك اياها مسبقا قبل لا تتلفظ انت، واعطيتك قاعده عامه. الامام الصادق ماذا يقول؟ يقول عندما ياتيكم حديث او اي حديث ياتيكم عنا فاعرضوه على القران، ان وافق القران خذوا به، وان خالف فاتركوه، حتى لو كان الحديث صحيح السند. الان عندما نعرض هذا الحديث والذي يقول بان يعني القران به نقص، اسمعني انت يعني هذا الحديث اللي جيتني به في كتاب الكافي يقر بان القران به نقص. جيد، عندما نعرض هذا الحديث على القران ماذا يقول القران؟ يقول انا انزلنا الذكر وانا له شنو؟ حافظون. اذا يعني هذا الحديث يخالف القران لو يوافق القران؟ شو هو؟ يخالف طبعا. جيد، اذا الائمه عليهم السلام ايش وصلوا العتره؟ قالوا اذا لقيتوا الحديث يخالف القران اضربوه عرض الجدار، فهذا الحديث اللي جيتني به نضربه عرض الجدار. زين صديقي، بس افهمني، يعني الكتاب محرف هون صفر؟ لا استاذ، احنا ما ندعي عندنا كتاب صحيح من الجلاد للجلاد، احنا نقول عندنا كتبنا اكو روايات محرفه، اكو روايات مدسوسه، احنا ما ابتدعنا هاي البدعه وقلنا ان كتابنا صحيح ككتاب البخاري. تمام، كتبكم حالها حال كتب الانجيل، بها الصحيح وبها المحرف. زين انت الان اقريت، ماذا قلت يا استاذ؟ رحم الله والديك. اسمعني يا محترم، اسمعني يا حبيبي. انت طعنت الان هاي كتب، بالمقابل كتبك نفس الشيء كلها محرفه. اسمعني يا محترم، اتحداك هسه قدام ملأ تنطيني كتاب واحد صحيح عندك. استاذ العزيز، وانا ايش قلت لك؟ قلت لك احنا ما ابتدعنا هاي البدعه وقلنا عندنا كتاب صحيح مثل كتاب مسلم والبخاري. زين، شوف يا استاذ، اسمعني يا محترم، انا وياك مثل الفكره. تمام، اذا ماذا تقول في من يقول ان القران به نقص؟ ماذا تقول؟ انت ادعيت هذا الشيء، مو انا. شلون؟ انت ادعيت هذا الشيء، وهاي رواياتك وهاي كتبك. جيد، الان راح اعرض لك روايه في صحيح مسلم، وانتم تقولون ان صحيح مسلم هو اصح كتاب من بعد القران الكريم، وصحيح من الجلاد الى الجلاد، صحيح هذا الكلام؟ جيد. زين، هات شوف. جيد، الان احنا مثل ما اتفقنا انا وياك، انت عرضت لي روايه او نقلت لي روايه بان الكافي يقول بتحريف القرآن، وأنا أعطيتك إياها قاعدة مسبقة بأن أهل البيت أوصونا أي حديث يجيهم نعرضه وين على القرآن، وافق القرآن ناخذ به، وأنت بعظمة لسانك قلت لا هذا الحديث ما يوافق القرآن، إذا يضرب عرض الجدار. الآن خلي نروح وين؟ نروح الصحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم اللي عندك كل الأحاديث صحيحة، وما تقدر تفضلها على القرآن، وما تقدر تعرضها على القرآن. ليش؟ اللي راح تصفح لا افضلها انا صديقي. انا عندي الكتاب الاول، في كتاب صحيح مسلم والاخير القرآن. اسمعني يا محترم، اسمعني يا حبيبي، اسمعني يا استاذ علي. في كتاب صحيح مسلم كتاب الزكاة، رقم الحديث 1050. ايش قد رقم الحديث؟ سجل يمك 1050، عن ابو موسى الاشعري. ماذا يقول؟ يقول وإنا كنا نقرأ صورة، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الآن في صحيح مسلم يقر أن سورة
من القرآن الكريم ناقصة، ومن ضمن هذه السورة توجد آية قرآنية ماذا تقول؟ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالث. مو بس هاي السورة، لا أكو سورة ثانية ويقول وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات. زين، ذن الصورتين اللي في صحيح مسلم الذي يقر بأن القرآن به نقص سورتين، وهذه الرواية عندك صحيحة في كتاب صحيح مسلم. زين، إذا عرضنا هاي الرواية على القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، توافق القرآن لو تخالف القرآن يا أستاذ؟ لا تخالف، بس خليني اشوف تفسير الحديث او الحديث جيد. نفسه. إذا أنت الآن أسقطت صحيح مسلم يا محترم. شكرا، لا توافق القرآن، لأن القرآن محفوظ بآية قرآنية صريحة، ومسلم أقر بتحريف القرآن. شكرا. إذا أسقطت بدعة أن كتاب مسلم هو صحيح وأنه أصح كتاب من بعد القرآن الكريم. وهل تعلم يا أستاذ العزيز أن ابن عمر يقول فقد ذهب منه قرآن كثير؟ الآن أنت عجزت عن إثبات كتبك وعجزت عن إثبات عقيدتك وطالبت البديل وأعطيتك البديل. أنا ما خليتك تايه، أعطيتك البديل. أنا فحطت والله. شكرا لك أخوي العزيز. شارحين الحديث. تفضل اقرا شرح الحديث جوا، اقرا شو كان مقصد الحديث وشو. أستاذ شو يشرح الحديث؟ يعني هو أكو أكثر من هذا التوضيح؟ يعني أنت الآن رجعت سلمت عقلك لمن؟ سلمت عقلك للشيوخ السلفية. آخر شيء أنت الآن رجعت سلمت عقلك لشيوخ السلفية. يا أخي أنت عقلك صدق محدود. طرحت لي رواية بالكافي وقلت لك هاي الرواية تخالف القرآن حتى لو كانت صحيحة السند، لأن أهل البيت الطونة قاعدة نمشي عليها. والآن أنا عرضت لك قول مسلم بأن القرآن نقص منه صورتين من القرآن بها نقص، وقلت لي لا هاي الحديث يخالف القرآن الكريم. إذن أنت أسقطت صحيح مسلم. شكرا لك. ليش؟ لأن شغلت عقلك ورا شوية رجعت كوكت عقلك، قلت خلي اروح لشيوخي شو يقولون. اذا انت عقلك بيد شيوخك وانت ابقى مع مشايخك. وقد صدق ابن عمر عندما وصفكم بالحمير، قال تنصت كأنك، خلي اعرض لك اياها، تستحق العرض انت لان فحطتني وتعبتني والله العظيم. شوف ابن عمر شو يقول عليكم، باعوه. شوف هذا في كتاب المصنف، باب من كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان. سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ فقال تنصت كأنك. شوف أقول الرواية تخالف القرآن، يقول لي خلي أروح أسأل مشايخي. هو بالبداية شوية شغل عقله، قلنا يا الله